دخلت محل هدوم في وسط البلد شكله عشوائي والهدوم فيه فوق بعض، فاول كلمه قلتها اخره كام يا ريس؟ بعدها بيوم دخلت مكان راقي ورحت الفانيلي في الجو، فاكيد انت مش هتفاصل، يا هتشتري لا تاخد بعضك وتمشي لما تشوف السعر. يلا بينا. فهل انت اتغيرت ولا المكان هو اللي غيرك؟ وهنا يبدا السؤال، هو شكل المحل بيأثر على الفصال؟ انا محمد احمد عبد اللطيف ودي اوضه وصاله بس النهارده من بره. انت فاكر نفسك بتفاصل بعقلك، بس مش شرط، ساعات بتفاصل بالمكان. الناس مش دايما بتشتري المنتج نفسه، ساعات الناس بتشتري الاحساس بالمنتج. الكرسي اللي انت قاعد عليه، اللمبه اللي فوقك، المزيكا اللي شغاله، كل ده بيقول لك ادفع او فاصل او اهرب زي ما انا عملت دلوقتي. علم النفس مسمي اللعبه دي برايمنج او التهيئه العقليه. المكان بيبرمجك قبل ما تفتح بقك، اللحظه اللي بتعدي فيها باب المحل دماغك بتفاصل نيابه عنك. ادخل محل ما فيهوش اسعار والحاجات متكومه والكاونتر قديم وباهت، المخ هيقول لك كده في مساحه العب، تحس انك قوي وتحس انك ممكن تكسب الجوله، لان في الثقافه الشعبيه البساطه معناها مرونه، الغموض بيديك مساحه للتفاوض، والعشوائيه فرصه اي حد عايز يستغلها، حتى لو مش دايما صح، بس ده الاحساس اللي ساعات بيقودك. المحل المتكركب مش بس منظر، دي اشاره خضراء بتقول لك يلا نفاصل. يعني غياب السعر بيديك غموض فبيديك مرونه، ووجود سعر مطبوع بيدي كده وضوح وهيبه. بس هل معنى كده ان اي سعر مطبوع بيتقابل بنفس الاحترام دوت؟ حتى طريقه الكتابه بتفرق. 350 جنيه مصري مكتوبه بخط انيق ورفيع كده، غير 350 مكتوبه بالاحمر وكاتبين 350 بس. الاتنين نفس الرقم بس عقلك بيتعامل مع الاتنين بشكل مختلف تماما. خط صغير رفيع يخليك تدفع وانت ساكت، بس خط تخين وصايع يقول لك خلينا نفاصل. في محلات بتبيع احساس مش بس بضاعه، لوجو انيق، ريحه حلوه، ديكور مناسب، اضاءه كويسه، فالمكان بيقول لك هنا مفيش فصال، هنا في ثقه، فتسكت وتدفع وتقتنع كمان. لكن في مكان تاني البياع صوته عالي وبيحلف كتير ويقعد يقول لك والله بص اخر حته ومش عارف ايه، والمكان تحسه كده عشوائي، فانت مش بتفاصل عشان توفر، انت بتفاصل عشان تحس انك كسبت. الفصال مرايه لاحساسك بنفسك، فالمكان وترتيبه وتصميمه بيخليك تحس يا اما انك مسيطر يا اما انك صغير. والفصال في حد ذاته لعبه اجتماعيه، دفاع عن ذاتك او دفاع عن موقف معين. طب افترض انك صاحب المكان، هل تجيب ناس بتحب اللعبه ولا تجيب ناس تجيب لك راحه؟ المحل الشعبي ساحه ملاكمه، اما المحل الراقي تحس ان هو كده مسرح، قاعه فاخره، او نقدر نقول انها زي لعبه الكوره كده. كره القدم الناس بتتخانق على نفس الكوره، التنس بتباصي لبعض، هات وخد، فالاتنين ليهم زباينهم والاتنين ليهم معاني مختلفة، مفيش وحش وفي حلو. والتفاصيل الصغيرة، شكل الخط، ريحة المكان، طريقة السلام، الحاجات دي هي اللي بتسعر قبل ما المنتج نفسه يتسعر. فأوقات اللي بيحدد ثمن المنتج مش الحاجة نفسها، اللمبة اللي فوق الحاجة. الفصال مش بس أرقام، الفصال مشهد نفسي كامل. والمحلات هي المخرج، بتبني المسرح، بتوزع الأدوار، بتحدد مين البطل ومين المغلوب. وهنا في الأوصالة بقول لك الحاجات اللي أنت ساعات عينك بتطنشها هي اللي فعلا بتسعر المنتج، فخد بالك بقى. قولوا في الكومنتات آخر مرة فصلتوا كانت إمتى، والحاجات اللي أثرت على الفصال بتاعكم، هل البياع، هل المكان، هل كذا حاجة مع بعض؟ لو عجبكم الفيديو سيبوا لايك، والسلام ختام.